مساء الجمال، ويا مساء الفل والرضا على عيون كل اللي بيسمعونا ومستنيين الحقيقة. بصوا بقى يا جماعة، احنا النهاردة جايين نحكي في الجد، وعشان السوشيال ميديا مقلوبة والناس كلها جابت في سيرة فيلم الأستاذة منى زكي عن سومة، كان لازم نوضح كذا حاجة. ناس محتارة وناس زعلانة وبتقول هي سومة كانت بتشرب سجاير بجد؟ هي كانت بالضعف والاهتزاز ده؟ أنا جاية النهاردة أقولكوا إن اللي شفتوه في الفيلم ده حاجة، والحقيقة اللي في الوثائق ودفاتر سومة حاجة تانية خالص. سومة ما كانتش مجرد مطربة، دي كانت دولة ماشية على الأرض بتوزن الكلمة والنفس بميزان ذهب. فلو سمحتوا تابعوا معايا واحدة واحدة عشان هنغوص سوا في أسرار ومواقف مطلعش منها ولا هفوة في التلفزيون قبل كده. أول حاجة خلت الناس تضرب كف على كف هي صورة سومة بالسيجارة. يا جماعة، سومة دي كانت بتعبد حنجرتها، دي كانت رأس مالها. في مذكرات الدكتور بتاعها بيقول إنها ما كانتش بتركب عربية مكشوفة أبداً حتى لو الجو صيف، عشان خايفة من الهوا يلطش زورها. الحقيقة المستخبية، سومة كانت بتشرب مشروب هي اللي مخترعاه، عبارة عن ينسون دافي وعليه نقطتين زيت لوز مر، وده عشان الأحبال الصوتية تفضل لينة وزي الحرير. تفتكروا واحدة بالدقة دي ومحافظة على صوتها بالشكل ده ممكن تشرب سجائر وتهد اللي بنته في 50 سنة؟ مستحيل. الفيلم هنا حب يعمل دراما، لكن الحقيقة إن سومة كان توترها بيطلع في سكوتها وفي سبحتها اللي ما بتفرقش إيدها. عشان تفهموا الجبروت الفني بتاعها لازم نرجع لورا خالص لقرية طماي الزهيرة. سومة وهي طفلة ما كانتش بتلعب مع العيال، دي كانت بتلبس جلابية وعقال وبط رجالي وتمشي ورا أبوها الشيخ إبراهيم في الموالد والأفراح. الحكاية اللي بالوثائق، في ليلة شتا سودة والجو بيمطر طوب، سومة كانت رايحة تغني في فرح ورجلها غرزت في الطين لحد ركبتها وجزمتها ضاعت في وسط الزحمة. أبوها خاف عليها وقالها يا بنتي الدنيا ليل والجو تلج، نرجع والرزق على الله. سومة اللي كان عندها وقتها 11 سنة بس بصت له بصة ناشفة وقالت له الناس دفعوا العربون يا ابويا وأنا مش هرجع، والناس تقول بنت الشيخ إبراهيم خافت من شوية مطر. غنت الليلة دي وهي حافية ورجلها متلجة، ومن يومها وأبوها عرف إن بنته دي سلطانة والكل هيخضع لصوتها. كل الناس بتسأل ليه المنديل يا ست؟ هل هو زينة؟ الحقيقة الحقيقية أبعد من كده بكتير. سومة كان عندها رهبة من الجمهور، كانت بتقول كل ما بفتح الستارة بحس إني لسه طفلة لأول مرة بغني فيه فرح في بلدنا. المنديل ده ما كانش إكسسوار، ده كان المخبأ. في الوثائق الطبية سومة كانت بتعاني من عرق زيادة في إيديها لما بتوتر. المنديل ده كان بيمتص عرق القلق عشان إيديها ما ترعش قدام الناس. كانت بتعصره بكل قوتها وهي بتغني الكوبليهات الصعبة وكأنها بتطلع فيه كل الضغط العصبي اللي جواها. المنديل ده شاف دموع وشاف عرق وشاف خوف. ملكة كانت بتحكم العرب بصوتها، بس ما كانتش عاوزة حد يشوف لحظة ضعفها دي. نيجي بقى للنضارة اللي بقت علامة مسجلة. الناس فاكرة إنها شياكة، بس الست لبستها وهي مجبورة. لما كبرت أصيبت بمرض في الغدة الدرقية وده أدى البروز في عينيها. سومة كانت ست جميلة وبتحب شكلها جدا، وما كانتش تحب أبدا إن حد يشوف أثر المرض على وشها. في يوم مصور حاول ياخد لها صورة من غير النضارة وهي تعبانة. سومة بصت له بكل هيبتها وقالت له يا ابني أنا عاوزة الناس تفتكرني وأنا بغني، مش وأنا بتوجع من نصيبي. ومن يومها النضارة ما كانتش بتفارقها، لدرجة إنها كانت بتلبسها في البيت لو فيه ضيوف غرب داخلين عليها. دي كانت عزة نفس، ست رفضت صورتها تهتز قدام جمهورها. بصوا بقى، الحكاية دي بتبين لك قد إيه سومة كانت حكومة لوحدها. الكلام ده حصل في حفلة عيد الثورة سنة 1964. العرف كان إن سومة تغني الأول وبعدها يطلع عبد الحليم حافظ، بس سومة يومها السلطنة خدتها وفضلت تغني وتعيش مع الجمهور لحد الساعة 2 بعد نص الليل. حليم كان واقف ورا الكواليس بيغلي، ولما طلع المسرح قال جملة وقعت الدنيا: طبعا من سوء حظي إني أغني بعد أم كلثوم، أو من حسن حظي إنها ختمت الحفلة، بس أنا مش عارف ده تكريم ليا ولا مقلب. الكلمة دي كهربت الجو. سومة كانت قاعدة في بيتها بتسمع الراديو، وأول ما سمعت كلمة مقلب وشها جاب ألوان. حليم راح لها البيت تاني يوم عشان يصالحها، فضل قاعد في الصالون 4 ساعات وسومة رفضت تخرج له، وقالت جملتها الشهيرة: الولد ده لازم يعرف مقامه، الفن مش بس صوت، الفن احترام للكبير. وفضل الخصام ده شغال 5 سنين، ما كانتش بترضى تسلم عليه في أي مناسبة، لحد ما الدنيا صفت والنفوس هديت.
نيجي بقى للي حصل بعد وفاتها سنة 1975. لما الحكومة دخلت فيلا الزمالك عشان يشوفوا الدنيا فيها ايه، لقوا حاجات تخلي العقل يطير. الحقيقة المذهلة، لقوا صناديق خشب قديمة تحت السرير في أوضة نومها. لما فتحوها لقوا فيها آلاف الجوابات من ناس غلابة من كل قرى مصر بيطلبوا مساعدات. والصدمة كانت إن كل جواب عليه تأشيرة بخط إيد سومة بالمبلغ اللي يتبعت للعنوان ده. الست اللي الناس كانت فاكراها ناشفة وبتحب القرش كانت مخصصة جزء كبير من ثروتها للناس اللي ملهمش حد، ومن غير ما أي كاميرا تصور ولا أي صحفي يعرف. لقوا كمان الوشاح الأخضر اللي كانت بتلبسه في الحج، وطلبت إنه يدفن معاها، وكأنها بتقول إن كل اللي وصلت له من مجد وذهب فاني ومفيش غير العمل الطيب هو اللي باقي. في تفصيلة صغيرة في صورها لو ركزتوا هتلاقوا إنها كانت دايما بتلبس خاتم سوليتير في إيدها اليمين. الخاتم ده كان أغلى حاجة عندها، مش عشان تمنى، لكن عشان ده كان هدية من حد غالي جدا في حياتها، ما كانتش بتخلعه حتى وهي نايمة. بيقولوا إن الخاتم ده كان بيديها طاقة وقوة وهي واقفة على المسرح، وكأن روح الشخص اللي أهداه لها بتسندها في اللحظات الصعبة. سومة كانت ست روحانية وبتحب الحاجات اللي ليها ذكرى، وعشان كده حياتها كانت عبارة عن لوحة مرسومة بدقة، كل ركن فيها وراه حكاية. رجالة سومة وعلاقتها بفرقتها اللي كانت بتمشي وراها على المسطرة. ركزوا واتبعوا الحكاية عشان هنقول كلام بجد نار، حب ولا عقل. بصوا يا جماعة، سومة قلبها ما كانش سهل حد يدخله. أول جوازة كانت صورية، يعني على الورق، من الملحن أحمد صبري النجريدي، وكان الغرض منها بس إنها تعرف تطلع تغني وتدخل الوسط، وانتهت الحكاية دي بسرعة. لكن الجوازة اللي بجد واللي كانت الحضن والأمان كانت من الدكتور حسن الحفناوي. السر اللي في الوثائق، الدكتور الحفناوي كان أصغر منها ب13 سنة، وكان هو دكتورها اللي بيعالجها من الغدة. الجوازة دي كانت جوازة عقل جدا. سومة كانت محتاجة الراجل اللي يسندها ويحافظ على صحتها بعيد عن وجع دماغ الشهرة. بس الحب المستخبي واللي كان فيه وجع قلب كان من نصيب الملحن العبقري محمد القصبجي. القصبجي ده كان بيعشقها لدرجة الجنون، وفضل طول عمره عازب ما بيفكرش في غيرها، وراضي إنه يفضل مجرد عازف عود وراها في الفرقة 30 سنة بس عشان يفضل شامم ريحتها ويشوف عينيها كل ليلة على المسرح، وهي كانت عارفة ده وبتقدره، بس بكبرياء الملكة. نيجي بقى لعلاقتها بالفرقة المأسية والملحنين. سومة ما كانتش بتهزر في الشغل، كانت جنرال. البروفات كانت بتبدأ الساعة 9 الصبح، ولو حد اتأخر دقيقة واحدة كان بيشوف أيام سودة. حكاية من الكواليس، في مرة عازف الكمانجا الكبير أحمد الحفناوي خرج عن النغمة في نص الحفلة. سومة ما ردتش عليه بكلمة، هي بس سكت التانية وبصت له بصة خلت ركبة تخبط في بعض. بعد الحفلة دخلت الأوضة وقالت له بهدوء يخلي الواحد يترعش: يا أستاذ أحمد، الكمانجا بتاعتك النهاردة كانت بتغني لوحدها، والجمهور جاي يسمعنا إحنا كفريق. الراجل من كتر الكسوف فضل أسبوع ما بينامش وبيدرب صوابعه عشان الغلطة دي ما تتكررش تاني. هي دي سومة، كانت بتزرع فيهم الرهبة والحب في وقت واحد. هل تعرفوا إن سومة ما كانتش بتسمح لأي حد يلمس شنطتها الخاصة؟ الشنطة دي كان فيها بخور معين جايباه من مكة، وكان فيها فص مسك بتشم ريحته قبل ما تطلع المسرح عشان يهدي أعصابها. كانت ست روحانية جدا وبتحب طقوسها اللي بتديها القوة قدام الملايين. وعلاقتها بالفرقة كانت واصلة لدرجة إنها كانت بتصرف لهم مكافآت كبيرة من جيبها في الأعياد، بس بشرط مفيش حد يفتح بقه بكلمة عن اللي بيحصل جوه البروفات. الجنازة اللي هزت شوارع القاهرة يوم 3 فبراير سنة 1975 كان يوم حزين جدا. مصر صحيت على خبر إن سومة خلاص سابتنا. في اليوم ده الشارع ما كانش فيه مكان لرجل تمشي. الملايين نزلوا مش بس عشان يودعوا مطربة، دول كانوا بيودعوا حتة من روح مصر. اللي حصل في الجنازة كان مترتب لها تكون رسمية وتطلع من جامع عمر مكرم والكل يمشي وراها بهدوء. لكن الناس ما سمحتش بكده. الناس هجمت على النعش وشالوه على كتافهم بجد، وفضلوا ماشيين بيه من التحرير لحد السيدة زينب والحسين. تخيلي النعش فضل طاير فوق الإيدين مسافة 3 ساعات كاملة. العساكر ما كانوش عارفين يعملوا حاجة قدام طوفان الحب ده، لدرجة إن الشيوخ اللي كانوا ماشيين في الأول هدومهم اتبهدلت من الزحمة، والناس كانت بتعيط بحرقة كأن كل واحد فيهم ماتت له أمه. دي كانت جنازة أسطورية لست بدأت من طين الأرض ووصلت لقلوب الناس كلها. وصية سومة الأخيرة. قبل ما سومة تمشي وصت وصية واحدة لكل اللي حواليها: خلوا بالكم من مصر، وخلي الفن دايما له قيمة.
الست دي عاشت لمصر وغنت لمصر، وحتى في آخر لحظة كانت بتفكر في الجمهور اللي عمل اسمها. كلمة أخيرة، أي فيلم ممكن يورينا شوية تفاصيل، وممكن يغلط ويصورها ضعيفة أو بتشرب سجاير، بس الحقيقة إن سوما كانت هرم رابع. بدأت مشوارها وهي طفلة في الفرح، وخلصته وهي ملكة على عرش القلوب. سيرة سوما مش مجرد أغاني، دي قصة ست مصرية بجد، فضلت محافظة على كرامتها لحد آخر تانية في عمرها.